وصلت لنهاية الطريق. ناصر عرف كل شيء. شاف رسالة من رافي على جوالي. صرخ فيني مع المصلح. حاولت أشرح، أقول إنه وحدتي هي اللي دفعتني، بس ما سمعني. طردني من البيت وأنا أبكي وأترجاه يسامحني. أنا سارة، زوجة ناصر، وهاي قصتي مع البنغالي المهاجر في السعودية. أنا ساكنة في حي هادئ بجدة، من النوع اللي الشوارع فيه نظيفة والبيوت كبيرة، بس ما في روح كثير. ناصر زوجي مهندس ناجح ومحترم، الكل يمدحه، لكن شغله ياخذ كل وقته. دايم مسافر، يا في الرياض يا في الشرقية، وإذا رجع يكون تعبان أو منشغل بمكالماته واجتماعاته. أنا أبقى لوحدي في البيت أيام وأسابيع. أحيانا أحس إني عايشة مع شبح، مو مع زوج. في البداية كنت أقول عادي، هذا حال رجال، لازم يتعبون عشان يجيبون الفلوس، وأنا دوري أرتب البيت وانتظر بس. مع الوقت الوحدة صارت تثقل علي كأنها حجر على صدري. البيت كبير، غرف فاضية، صالة واسعة وأنا توه فيها لحالي. أتفرج على التلفزيون أو أقلب في الجوال، بس الفراغ ما يترك لي مجال أتنفس. كنت أحاول أشغل نفسي، أطبخ، أنظف، أقرأ كتاب، لكن كل شيء منتهي بسرعة وأرجع لنفس الدائرة. أحياناً أقعد أطالع الشارع من الشباك، أشوف الجيران يطلعون ويرجعون، وأنا قلبي يتقطع من الملل. كنت أدق على ناصر أسأله متى بيرجع؟ يقول لي أسبوع، يمكن أكثر. تحملي يا سارة. وأقفل السماعة وأحس إني غريبة في بيتي نفسه. في يوم من الأيام وأنا قاعدة أفطر، لقيت الثلاجة ساكتة، ما فيها صوت ولا برودة. فتحتها، كل شيء بدأ يذوب، اللبن، الخضار، كل شيء. ناصر مسافر وأنا ما أعرف أتصرف. قلبي صار يدق، ما أدري شو أسوي، بس تذكرت إنه في محل تصليح أجهزة قريب من الحي. دقيت عليهم وأنا أحاول أشرح المشكلة بصوت هادئ. قالوا لي خلاص بنرسل واحد يشوفها. قلت في نفسي الحمد لله، على الأقل بيحلون المشكلة. بعد ساعة دق جرس الباب، فتحته وكان رافي وافد بنغالي مهاجر يشتغل عندهم. كان هادئ، لابس بزة زرقاء مضيفة وحامل شنطة أدوات صغيرة. سلمت عليه من بعيد وقلت له اتفضل، الثلاجة هناك. دخل وهو يبتسم ابتسامة خفيفة، وأنا أشرت له على المطبخ. بدأ يشتغل بسرعة، يفك ويركب، وأنا رحت قعدت في الصالة أنتظره. كنت أسمع صوت أدواته وأنا أفكر في ناصر، لو كان موجود كان ممكن يتصرف بنفسه. بعد نص ساعة تقريبا طلع من المطبخ وقال لي مدام، الثلاجة تمام الحين، بس لو صار شيء ثاني دقي علينا. شكرته من قلبي، ومن باب الذوق قلت له ما تبغى فنجان قهوة قبل ما تمشي؟ تردد شوي، حسيت إنه محرج، لكن قال طيب شكراً. جابوا له كرسي وقاعد في طرف الصالة. جبت القهوة وأنا أحط الفنجان قدامه. بدينا نسولف. حكالي عن حياته في بنغلاديش، كيف ترك أمه وأبوه وإخوانه عشان يشتغل هنا ويرسل لهم فلوس. قال إنه يحلم يفتح محل صغير في سعودية، وكل يوم يتعلم شيء جديد في شغله. حسيت بقلبي يتحرك، مو بس تعاطف، لكن شيء أعمق، لأني أنا كمان كنت أحلم بأشياء كثيرة قبل الزواج. أسافر، أشتغل، أعيش حياة فيها مغامرة، بس الحين كل شيء وقف. سألني عن حياتي، حكيت له بصراحة. قلت ناصر دايم مشغول، يتركني لوحدي أيام طويلة، وأنا أحس إني ضايعة هنا. طالعني بعيون هادية وقال مدام، أنت قوية، بتتحملين كل هذا لوحدك. ابتسمت وقلت في نفسي يا ريته يدري أنا تعبانة من جوا. لما أخلص القهوة قام ومشى. قفلت الباب وأنا أفكر في كلامه. صوته كان فيه شيء غريب، كأنه يفهم شحس فيه، شيء ما لقيته في ناصر من زمان. مرت الأيام وحاولت أرجع لحياتي الرتيبة، بس كل ما أشوف الثلاجة أتذكر رافي وكلامه. بعد أسبوع التلفزيون خلب، الشاشة صارت سودة فجأة. دقيت على المحل وقلت ممكن ترسلون رافي؟ ما أدري ليه طلبت اسمه بالذات، يمكن عشان حسيت براحة وأنا أكلمه المرة اللي فاتت.
جاء بعد ساعتين وصلح التلفزيون، وهالمرة السوالف بيننا طالت. حكالي عن أشياء صغيرة في يومه، وأنا حكيت له عن الملل اللي أعيشه. بديت أحس إنه يسمعني بجد، مو بس يهز راسه ويخلص. مع الوقت صار يجي البيت كل ما يخرب، وأحياناً أدق عليه من غير سبب أقول الغسالة فيها صوت غريب أو المكيف مو شغال زين. كنت أعزمه على قهوة ونقعد نسولف. في مرة قال لي مدام سارة أنتِ قلبك طيب، زوجك محظوظ فيكي. حسيت خدودي تحمر وقلت شكراً، بس هو ما يحس فيني أبد. كلامه دخل قلبي وأنا أحس بشي غريب يتحرك جواتي، شي ما كنت متوقعته. الجيران زي أم سلطان اللي تسكن جنبي بدوا ينتبهوا إنه رافي يجي كتير، بس ما قالوا شي لسه. كنت أقول لنفسي إنها مجرد سوالف وصداقة عادية، بس في قرارة نفسي كنت أحس إنه في شي أكبر يصير. كل ما يجي رافي أحس إنه الوحدة تقل شوي، وكل ما يمشي أرجع أفكر فيه. ما كنت أدري إنه هالسوالف بتاخدني لمكان خطير، وأنا غافلة عن كل اللي جاي من بعد. مع التعرف على رافي مصلح الأجهزة، صار وجوده في حياتي شيء أعتمد عليه. كل ما شيء يخرب في البيت أدق عليه على طول. أحياناً أحس إني أبالغ، أقول المكيف مو شغال زين، أو اللي الثلاجة تصدر صوت غريب، مع إني أدري إنها شغالة تمام. بس كنت أبغاه يجي، أبغاه أحس إنه في أحد موجود معي. كنت أعزمه على قهوة، أحط الفناجيل على الطاولة ونقعد نسولف. أول ما بدينا كانت السوالف خفيفة، بس مع الوقت صار الطول وأنا أحس براحة غريبة وأنا أسمع صوته. رافي كان يحكي لي عن حياته، عن بلده بنغلاديش، عن أهله اللي ينتظروا منه فلوس كل شهر، وعن حلمه إنه يفتح محل صغير هنا في السعودية. كنت أسمع له وأنا مركزة مع كل كلمة، وأحياناً أفضفض له عن حياتي مع ناصر. أقول له كيف ناصر دايماً مشغول، ما يعطيني وقته، كيف أحس إني لوحدي في البيت حتى وأنا وسط عيالي. رافي كان يطالعني بعيونه الهادية ويقول مدام سارة أنت قوية، تتحملين كل هذا بنفسك. أبتسم لسمة لا وأقول في نفسي لو تدري بس كم أنا تعبانة ومكسورة من جوا. مع الأيام بديت أحس إنه رافي مو مجرد واحد يصلح الأجهزة، صار زي صديق قريب، يفهمني يسمعني ويعطيني وقت ناصر ما قدر يعطيني إياه. في يوم وأنا أقلب في الجوال لقيت نفسي أفكر فيه من غير ما أحس. أتذكر كلامه، ضحكته وابتسامته اللي تحسسكي بالدفى. حسيت إنه في شي مو طبيعي. قلت لنفسي ش هالمشاعر اللي تجيني، هذا غلط. بس ما قدرت أوقف نفسي. كنت أكذب على روحي وأقول عادي، مجرد سوالف ما فيها شي. لكن في داخلي كنت أدري إنه الموضوع بدأ يكبر. مرة كان جالس في الصالة يشرب قهوته، وفجأة قال لي مدام سارة انتي قلبك طيب، زوجك محظوظ فيكي. حسيت خدودي تحترق من الخجل، ورديت عليه شكراً، بس هو ما يحس فيني أبد. طلعني بنظرة غريبة وقال أنا أحس فيكي وأشوفك. الكلام نزل علي زي المطر البارد. حسيت قلبي كتن يدق بقوة وما قدرت أرد عليه. سكت وهو كمل يشرب قهوته وكأن ما قال شي خطير. من بعدها صرت أترقب زياراته بفارغ الصبر. كل ما يجي حس إنه هالوحدة اللي تعبتني تروح شوي، وكل ما يمشي ارجع فكر فيه طول الليل. الجيران زي أم سلطان اللي جنبي بدأ ينتبهون إنه رافي يجي البيت كتير. كنت حس بنظرتها من بعيد، بس ما قالت شي. لحين أقول لنفسي هذه صداقة عادية ما فيها شي غلط. لكن في قرارة نفسي كنت أدري إنه في شيئاً يتغير جواتي، شيئاً ما أعرفش اسمه. في يوم وأنا رتب المطبخ لقيته واقف عند الباب. قال لي مدام لو تبين في كافيه هادي قريب، نقدر نروح نسولف هناك. حسيت الدنيا تدور حولي. كافيه أنا ورافي برا البيت؟ قلت له بسرعة اش تقصد؟ ما يصير كذا. رد علي بهدوء وثقة ليه ما يصير؟ انتي مو إنسانة؟ مو من حقك تعيشي حياتك؟ شوي كنت بشد عليه أرفض على طول،
بس الشي جواتي خلاني أسكت. حسيت إني مشتاقة شي ما أعرفه هو بالضبط. قلت له طيب بس قهوة ونرجع. وافقت وأنا أحس إني أخاطر بشي كبير. ركبت معه في سيارته ورحنا للكافيه. جلسنا في زاوية بعيدة عن عيون الناس. بدأ يحكي لي عن حياته، عن أحلامه اللي تركها وراه عشان يجي يشتغل هنا. كلامه كان فيه روح، شي أنا افتقدته من زمان. حسيت إني اسمع حد يهتم فيني، مو بس يسمعني عشان يرد بكلمتين ويخلص. قال لي أنتي غير عن كل الناس اللي شفته هنا، فيكي طيبة وروح ما شفتها بأحد. حسيت وجهي يحمر وقلت بس أنا متزوجة، عندي عيال. رد علي بصوت هادي وقال وهذا يمنعك تحسي بشي؟ الكلام طعني في صميمي وما عرفت شو أقول. لما رجعنا البيت كنت ساكتة طول الطريق. وقف في السيارة وفجأة قرب مني قال انتي تستاهلين أحد يهتم فيكي، مو بس يشوفك زي قطعة أثاث في البيت. حسيت الدم يطلع لراسي، قلبي دق بسرعة وما قدرت أنطق. نزلت من السيارة ودخلت البيت على طول. ناصر كان نايم زي العادة، وأنا قعدت على السرير أفكر شو صار فيني. أنا وين وصلت؟ كنت حس إني واقفة على حافة شي خطير، شي ما أعرف نهايته. رافي صار يعني لي أكتر من مجرد مصلح أجهزة، وأنا بديت أخاف من اللي ممكن يصير بعد كده. في الليل وأنا مغمضة عيوني كنت أتخيل كلامه، نظراته، وحتى لمسته لو صارت صدفة. كنت أقول لنفسي هذا غلط، أنا أم وزوجة. بس في نفس الوقت كنت حس إني عايشة لأول مرة من سنين. الوحدة اللي كانت تقتلني بدت تختفي معه، وأنا صرت أتساءل شو بيصير لو كملت معه، شو ممكن أخسر. ناصر ما يدري عنه، والعيال الصغار ما يحسوا باللي يصير، بس أنا اللي أحس بكل شي وخايفة من اللي جاي. اليوم اللي بعده دق علي رافي وقال مدام المكيف تبغيني شوفه؟ حسيته بفرحة غريبة إنه قلت إيه تعال، وأنا أدري إنه المكيف شغال زين. كنت أبغاه يجي، أبغى أشوفه، وأخاف من هالشعور في نفس الوقت. شو صاير فيني؟ وين رايحة بهالطريق؟ ما أدري، بس اللي أعرفه إني بديت أعيش شي جديد، وما أقدر أرجع للوحدة اللي كنت فيها قبل، اللي كنت عايشة في دوامة ما أعرف كيف أطلع منها. مشاعري متلخطة بين الذنب اللي يخنقني والشوق اللي يسحبني. رافي اللي بدأ كمصلح أجهزة عادي صار شي كبير في حياتي. ما أعرف كيف وصلت لهالمرحلة، بس كنت حس إنه جزء من يومي، ما أقدر أتخيل حياتي بدونه. كل ما أحس بالوحدة بفكر فيه، كل ما أشوف ناصر زوجي بعيد عني حتى وهو جنبي اشتاق لاهتمام رافي وكلامه الحلو. كنت أدور أي عذر عشان أشوفه، أدق عليه وقول المكيف مشغل زين، أو الثلاجة فيها صوت غريب. كنت أعرف إني أكذب، بس ما قدرت أوقف نفسي. كنت بغاه يجي، أبغى أسمع صوته وهو يقول مدام سارة بنبرته الهادية، أبغى أحس إن في أحد يهتم فيني. في يوم دق جرس الباب وكان هو. فتحت الباب وقلت تفضل، المكيف خربان مرة. ثانية دخل وهو يبتسم، بس هالمرة حسيت بنظرة غريبة في عيونه، كأنه يدري إني أختلق الأعذار. بدأ يشتغل وأنا جلست قريب منه أتفرج. كان ساكت وأنا بعد ما تكلمت، بس السكوت بيننا كان ثقيل، مليان توتر ما أعرف أوصفه. لما خلص قال لي مدام المكيف زين ما في شي. حسيت الخجل يغطيني وقلت بسرعة يمكن أنا غلطانة. ابتسم وقال عادي، أي وقت تبغيني أنا موجود. كلامه كان بسيط بس نزل علي زي المطر في يوم حار. حسيت إن في شي بيننا بدأ يكبر وأنا خايفة منه ومشتاق له في نفس الوقت. بعد كم يوم حسيت إني لازم أغير جو. الوحدة كانت تقتلني، وناصر كل يوم يزيد بعد عني. قررت أخاطر وأطلع مع رافي برا بيت. اتفقنا نروح كافيه بعيد عن الحي عشان ما أحد يشوفنا. ركبت معاه في سيارته وأنا أحس قلبي يدق بقوة كأنه بيطلع من صدري. وصلنا الكافيه وجلسنا بزاوية هادية، طلبنا قهوة وبدينا نسولف.
كان يحكي لي عن حياته، عن أحلامه، عن طموحه إنه يفتح ورشة كبيرة يوم من الأيام. كنت أسمع له وأنا مركزة، وفجأة مد يده وحاول يمسك يدي. سحبتها بسرعة وقلت: رافي، هذا غلط، أنا متزوجة. طالعني بعيونه الهادية وقال: أنا أحبك يا سارة، وإنتي بعد تحبيني بس خايفة. كلامه نزل علي زي الصاعقة. أحبك؟ ولا بس أحتاج لأحد يملي الفراغ اللي أعيشه؟ ما عرفت أرد. رجعنا البيت وأنا كلي حيرة. في الليل وأنا جنب ناصر كنت أفكر في كلام رافي. ناصر بدأ يلاحظ شيء مو طبيعي. سألني مرة: ليه رافي يجي كثير؟ حاولت أتهرب، قلت بس عشان التصليح، ما فيها شيء. بس حسيت إنه شاق، كأنه يحس بتغيير فيني. كنت أحاول أتصرف عادي قدامه، بس التوتر كان يبان في عيوني. في ليلة وأنا نايمة وصلتني رسالة من رافي: ما أقدر أعيش بدونك. قلبي دق بقوة ويديني ارتعشت، وأنا أحذف الرسالة بسرعة، بس كلامه ظل عالق في راسي كأنه حفر اسمه في قلبي. ثاني يوم سلطان الجارة الفضولية جاتني، قالت: شفتك مع رافي في الكافيه، شو تسوين معاه برا؟ إذا ما قلتي لناصر أنا بقول له. حسيت الدنيا تدور حولي، الخوف والذنب خنقوني. حاولت أحديها، قلت ما في شيء، بس سوالف عادية. بس هي هزت راسها وقالت: أنت عارفة أن هذا مو زين. عرفت إنها بتفضحني لو ما تصرفت بسرعة. في الليل كنت أتقلب في السرير، ما أقدر أنام. كنت أفكر في رافي، في ناصر، في حياتي اللي بدأت تتفكك قدام عيني. كل ما أفكر في رافي أحس بالذنب، بس في نفس الوقت ما أقدر أقطع علاقتي فيه. كنت محتاجة له، محتاجة لأحد يهتم فيني، يسمعني، يحسسني إني عايشة. ناصر كان موجود بس كأنه غايب. حتى وهو جنبي كنت أحس بالوحدة. قررت أشوف رافي مرة أخيرة، أقول لأننا لازم نوقف كل شيء. اتفقنا نتقابل في مكان هادي، وقلت في نفسي إني لازم أكون قوية. لكن لما شفته ضعشت. كان يطالعني بعيونه اللي مليانة حب، وكل الكلام اللي جهزته طار من راسي. مسك يدي وقال: سارة، أنا مستعدة أواجه الكل عشانك. دموعي نزلت وقلت: بس أنا خايفة، خايفة من كل شيء. حسيت إني واقفة على حافة وما أعرف إيش أسوي. أكمل معه وأخاطر بكل شيء، ولا أرجع لحياتي القديمة المليانة ملل؟ التوتر كان يزيد كل يوم، وأنا كنت أحس إن الوقت يمر بسرعة والقرار لازم أتخذه. بس كنت حايرة ومشاعري متلخبطة وخايفة من اللي جاي. كنت أحس إني غرقانة في بحر ما أعرف كيف أطلع منه. كل ما أحاول أفكر بمنطق قلبي يسحبني لرافي، وكل ما أحاول أرجع لناصر أحس إني أخسر نفسي. وش أسوي ما أدر. كنت عايشة بين نارين، وكل خطوة أخطيها كانت تزيدني خوف وحيرة. أنا سارة وصلت لنهاية الطريق. ناصر عرف كل شيء، شاف رسالة من رافي على جوالي، صرخ فيني مع المصلح. حاولت أشرح، أقول إن وحدتي هي اللي دفعتني، بس ما سمعني. طردني من البيت وأنا أبكي وأترجاه يسامحني. رافي حاول يتدخل، لكن ناصر طرده بعنف. سلطان نشرت السالفة بالحارة وصرت منبوذة. كتبت رسالة لناصر: آسفة، وحدتي هي اللي خربتني. قررت أنهي كل شيء، بس ناصر رجع وشاف الرسالة. هل سامحني ولا خلاص كل شيء انتهى؟ انت ولا